القصة اللي هاحكيها دلوقتي هي قصة لواحد صديقي أعرفه من زمان جدا، وبالمناسبة هو من سني وشغال مهندس برمجة. إبراهيم بيحكي وبيقول: أنا طول عمري ما بؤمنش بالخرافات ولا بالمرائيات ولا بالجن ولا الشياطين ولا الأشباح ولا غيره. دايما بفكر بالعقل لأن أنا أساسا شغلي كله أكواد وأرقام، لحد لما لقيت شغل في شركة كبيرة في المعادي. أجرت شقة قديمة شوية في عمارة في منطقة هادية جدا، وكانت في الدور الرابع. الشقة من جوه كانت واسعة جدا وسعرها كان كويس، وده خلاني مفكرتش مرتين قبل ما امضي العقد. اول اسبوع عدى ما كانش فيه اي مشاكل، كنت برجع من الشغل مهدود باكل وانام زي القتيل، لحد ما جه اليوم اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. كنت نايم على ظهري، ودي اول غلطة عملتها، وفجأة صحيت. بس المصيبة ان انا ما كنتش عارف احدد هو انا صحيت فعلا ولا لسه نايم. فتحت عيني، شايف الدولاب، شايف نور الشارع اللي داخل من الشباك، وجيت اعدل نومتي اكتشفت اني مشلول.